صدق اتطلقتوا لو لا؟ اي انفصلنا نعم. رسمي؟ رسمي مال المحكمة عندنا يوم 12 من يوم 25/8. فاحنا هاي الفترة اللي انقطعنا بيها تتخيل انه يعني هواية صارت مشاكل بيها، كلش هواية مشاكل. وراها عاد شوية تعرف هدينا قدام الناس وقدام العالم، ولازم احنا نطلع بصورة حلوة، وشوية هدينا قلت التدخلات الخارجية عندنا. المهم فتواصلت وياي شهد، قالت لي انه هي متواصلة ويا الدكتور السايكولوجي. سامع بهذا؟ يا هو مو اكو اشكال والوان، اكو حتى هذا مال ما التخطي ادري ما ادري. المهم هي متواصلة ويا دكتور سايكولوجي. ايه ليش؟ قايل لها لازم الاطفال يعني ما يحسون بالبعد عنكم، ولازم ما ادري شنو، ولازم يعني الاطفال ما لهم ذنب وما يحسون بهالامور. المهم قالت فلازم نلتقي بالعيد ميلاد على مود انه الاطفال ما يحسون بيها. فالتقينا بالعيد ميلاد. للامانه كان عيد ميلاد يعني اول لقاء، قبلها كان بس مشاكل. فورا العيد ميلاد شويه هدينا عاد، بقينا ظلينا نسولف ولازم نهدى ولازم نهدي الاوضاع. يعني لقاءكم بالعيد ميلاد، لقاءكم بالعيد ميلاد على مود الاطفال. بالضبط 100%. لعد ليش صورتوا ونزلتوا؟ احنا المشكله احنا رحنا على اساس بدنا نصور، بس بعد شايف انه الرهبه صرنا بنص العالم، تصوير كلها قامت تنزل بالسوشيال ميديا كلها نزلت. ما هو هذا اللي يخلي الناس، هذا اللي يخلي الناس تحكي انه انا اليوم الناس تعرف ان انا انفصلت وكذا، ينزل فيديو عيد ميلاد يقول لك شنو ذولا دا يكذبون علينا، دا يصيدون يصعدون الترند. صح لو لا كلامي؟ هو بعض صراحه احنا كمجتمع ما نتقبل هالامور، بس بقيه المجتمعات ترى الموضوع هو المفروض طبيعي، يعني انه لازم انه يقول لك يعني طبينا بسلام نطلع بسلام. اكيد.